السلام مرحبا بكم في زعم مشتركين. اليوم ما شاء الله باش نحضروا مع بعضنا شوربه الشعير ولا تشيش بالقرنيط. هنا باش نعملوها على الطريقه القرقنيه. حاجتنا قرنيطه صغيره من هنا نسلقوها نقصوها طريفات. لهنا عندنا شويه هريسه عربي، شويه خل، فلفل اكحل، فلفل احمر، ملح، بصله مفرومه جويده. هنا عندنا طماطم معجون تقريبا غرفة كبيرة. باش ناخذوا تقريبا نص فنجان زيت. هنا عندنا 4 فصوص ثوم مهرسين. وهذه لهنا باش نستعملوا الشوربة الشعير اللي نقولوا لها مخضور ولا مرمز، تكون من الشعير معمول بتاع الربيع. نبداو نحضروا التشيش نتاعنا. نحطوا الزيت كما قلت لهنا تقريبا نص فنجان زيت زيتونة، ونحطوا البصلة تتقلى على نار تكون هادية. نزيدوا طرف القرنيط، خليهم يتقلاو زادا في الزيت. هما طيبين بالباهي. معناها لهنا ناخذ القرنيطة نغسلوها ونحطوها في كوكوط حتى تقريبا 20 دقيقة حتى لوين تطيب، ومن بعد نخرجوها ونغسلوها ونقصوها طريفات كيما هكا. نزيدو الطماطم، نزيدو الفلفل الاحمر. هنا مكنتوش برشا ملح، شويه، بعد كان ناقص نجمو نزيدو. هنا باش نحط شويه هريسه طريه، هريسه عربي. وتوا باش نزيدو الشوربه. هنا نقليوها زاده هي. نجمو نستعملو برشا انواع نتاع شوربه فريك ولا المخضور هذا. وتوا باش نمرقو بالباهي. اذا بينا من اللون نحطو كميه كبيره من الماء، ولهنا حطيت بزيد ماء كما تشوفوا باش ما نقعدش نزيدو كل مره. نزيدو من الاول، يعني نحطو كميه باهيه باش يطيب لهنا المخضور ولا المرمز كما تشوفوا. مره نقول مخضور مره نقول مرمز، لهنا خاطر كل بلاد وشنو يسميوه. الفرق ما بينه وبين تشيش ولا شوربه شعير انه كما قلت في الربيع يحصدوه ويعملوه يكون طري اخضر، مش كما الشعير الشايح. نخليو توا المخضور يطيب تقريبا نص طياب، وبعدها باش نزيدوه الثوم. وتوا باش نزيدو الثوم وشويه فلفل اكحل، ونخليهم يكملوا يطيبوا الكل مع بعض. وتوا باش نزيدو قريم فلفل احمر ولا اخضر، ونخليوه تقريبا 5 دقائق ونطفيو عليه. وهذا التشيش نتاعنا توا حاضر. باش نزيدوه غرفه خل ونطفيو عليه ومبقانا كنقدموه. وهذا التشيش بالقرنيط على الطريقه القرقنيه حاضر. كانت معكم غدا سامي، والى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.